السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فلور دو فاني. إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال، ونتمنى لكم يوم سعيد. قبل ما نبدأ في تحضير الوصفة نتاع نهار اليوم اللي راح تكون صابلي السنيوة أو لي زاموندين، نرحب بالمشتركين الجداد، أهلا وسهلا منورين. ولأول مرة يشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. واللي عندها أي سؤال أو استفسار تخليه لي في التعليق وإن شاء الله نجاوبكم. بلا ما ننسى المشتركين القدام، شكرا على اللايك والتعليق وربي يخليكم ليا. مرحبا بكم مجددا وعلى بركة الله. نبدأ في طريقة تحضير الحلوى نتاعنا تاع نهار اليوم. أول حاجة راح نحضر أمامكم العجينة اللي راح نحتاج فيها 250 غرام نتاع زبدة تكون طرية، تقدروا ديروا المارغرين. أنا نفضل الزبدة لأنه هنا عندنا المارغرين تطلق الزيت، فنفضل ندير الزبدة. راح نضيف عليها 150 غرام نتاع سكر ناعم. هنا راح نحط قاع المكونات مع بعض. نزيد نضيف 2 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، وراح نكه الحلوى نتاعي. هنا عندي ملعقة صغيرة نتاع سكر الفانيليا، ونزيد نضيف مبشور حبة ليمون. الليمون هنا راح يعطي ذوق رائع للحلوى نتاعي. فكما قلت لكم نحتاج للعجينة 250 غرام نتاع زبدة أو مارغرين، أنا نفضل الزبدة، 150 غرام سكر ناعم، 2 حبات بيض كاملين بدرجة حرارة المطبخ، ملعقة صغيرة سكر الفانيليا، ومبشور حبة الليمون. وهنا حبابتي راح نبقى ندرب المكونات اللي عندي حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي. إذا حباباتي هذا هو القوام اللي تحصل عليه. دربته تقريبا 3 دقائق حتى 4 دقائق حتى تحصلوا على هذا القوام باش الصابلي نتاعكم ولا العجينة نتاعكم تجيكم خفيفة. وأنا راح نضيف المكونات الجافة. عندي رشة نتاع الملح، نص ملعقة صغيرة نتاع خميرة الحلويات، ونبقى نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. هنا كمية الفرينة ما نقدرش نقول لكم بالضبط لانه كل وحده كما نقول لكم دائما ونوعيه الفرينه نتاعها. المهم الفرينه نتاعك تكون مغربله وتبقي تضيفي غير بالعقل ولا غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه كما نتاع الصابلي. كما شفتوا حباباتي مكونات العجينه بسيطه. احتاجينا فيها 250 غرام نتاع زبده تكون طريه ولا مارغرين، 150 غرام سكر ناعم، 2 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ. نكهنا العجينه نتاعنا بملعقة صغيرة سكر الفانيليا ومبشور حبة ليمون. زدنا الرشة نتاع الملح، ما ننساوش نص ملعقة صغيرة نتاع خميرة الحلويات، ورجمعنا العجينة نتاعنا بالفرينة حتى تحصلنا على هذا القوام اللي راه امامكم. عجينة تكون طرية وما تلصقش في اليد كما دائما نقولكم. اذا حباباتي كما راكم تشوفوا راح نحتاج صينيه اللي القياس نتاعها 40 في 30. هاد الصينيه راح تخرج لي 40 حبه. وكما راكم تشوفوا هنا عندي ورق الزبده اللي كنت قصيته على حساب قياس الصينيه باش نحل فوقه العجينه نتاعي. كما شفتوا الكميه تاع العجينه ولا الكميه اللي راح نعطيها لكم تكفي الصينيه كبيره كما اللي عندي هذه. كما قلت لكم 40 في 30 وتخرج لكم 40 حبه نتاع صابلي السنيوه. اذا حباباتي كما شفتوا اني حليت العجينه وزدت مشيتها مليح على حسب الورقه باش تجيني سوا مع الصينيه بهذا الشكل. وراني خليت ورق الزبده باش كي نطيبوا العجينه نتاعنا ما تلصقلناش. وهنا راني ندير في مربى المشمش، كميه نتاع مربى المشمش راح نمشيه كاع فوق العجينه نتاعي بهذا الشكل. هنا حباباتي كميه المربى المشمش على حساب ما تغطوا العجينه نتاعكم من الفوق بهذا الشكل. انا دات لي 10 مغارف كبار نتاع مربى المشمش. وراح نحضر امامكم حباباتي الطبقه الثالثه وهي الكريمه. اذا حباباتي كما شفتوا حضرنا العجينه وحليناها على الصينيه
وزدنا طليناها من الفوق بمربى المشمش. كما قلت لكم الملاحظة، نخلو ورق الزبدة في الصينية من التحت باش كي نطيبوا الحلوى نتاعنا ما تلصقش. وراح نحضر امامكم الكريمه اللي راح نحتاج فيها 150 غرام نتاع زبده طريه. فهنا الوصفه نتاعنا كاع كيما دارت تحتاج الى 400 غرام نتاع زبده. راح نضيف 125 غرام نتاع سكر ناعم. انا ما نبغيش الحلوى نتاعي تجي بزاف حلوه، الكاطو كاع تاعي نقص فيه السكر. اللي تبغي الكاطو تاعها يجيها حلو دير 150 غرام نتاع سكر ناعم. كما راكم تشوفوا حباباتي، زدت 3 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ. هنايا نديروا كاع المكونات في ضربه واحده، ودرت رشه الملح. وهنا راني نكه الكريمه نتاعي بسكر الفانيليا، درت ساشي تاع سكر الفانيليا. وهنا كما راكم تشوفوا عندي 3 مغارف كبار ما يعادل 50 غرام نتاع مايزينا. وراح نضيف هنا عندي 300 غرام نتاع كاوكاو محمص ومطحون رقيق. ما حمصتهش بزاف، حمصته نص تحميصه. تقدروا ديروا اللوز، انا درت الكاوكاو كل وحده ومقدورها. فهادو هما المكونات نتاع الكريمه نتاعي، وراح نبقى ندرب المكونات حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي. راح نعاود لكم المكونات خفيف ظريف. درنا 150 غرام نتاع زبده تكون طريه، درت 125 غرام نتاع سكر ناعم. قلت لكم تقدروا تروحوا حتى 150 غرام عادي. انا نبغي الحلوى نتاعي كميه السكر تكون ناقصه فيها باش الذوق يجيني متوازن. ما تنساش انا دايرين الكونفيتور. درت الحبات بيض بدرجه حراره المطبخ، رشه الملح، ساشي نتاع سكر الفانيليا ما يعادل 2 مغارف صغار، و3 مغارف كبار ما يعادل 50 غرام نتاع مايزينا، وزدت 300 غرام نتاع كاوكاو محمص ومطحون رقيق. وكما راكم تشوفوا حباباتي، هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، قوام كريمي. هنا ندربوا المكونات نتاعنا من 2 دقائق حتى 3 دقائق، المهم حتى تحصلوا على هذا القوام وهذا اللون. وانا حباباتي قبل ما نحط الكريمه نتاعي فوق العجينه لازم تقبوها بهذا الشكل باش كي نطيبوها ما تنتفخلناش. ما تنساوش رانا دايرين الخميره الحلويات تبقى محافظه على الشكل نتاعها. وهنا راني درت الكريمه نتاعي في لابوشادوي. كما راكم تشوفوا حباباتي حطيت كاع الكميه نتاع الكريمه وراني نسوي فيها بهذه الطريقه باش تجيني على مستوى واحد، ما تجينيش الحبه كبيره على اختها ولا حبه منتفخه على اختها. طريقه سهله وبسيطه. وفي الاخير راح نرش الحلوى نتاعي. هنا عندي لي زامون ديفيلي. الا عندكم الكاوكاو افيلي ديروه، هنا ماشي متوفر الكاوكاو افيلي، درت لي زامون اللوز افيلي. بهذه الطريقه نغطي كاع الحلوى نتاعي من فوق. وكما قلت لكم حباباتي، الكميه اللي حضرتها امامكم تخرج لكم 40 حبه. وهنا بعد ما درت اللوز راح نبقى نضغط عليه بشوي بهذه الطريقه باش كي طيب لنا ما ينقلعلناش، يبقى دائما شاد في الكريمه نتاعي. وراح ندخل الحلوى نتاعي في الفرن اللي مسخناه على 180 درجه. راح نخليه ما بين 25 حتى 35 دقيقه كل وحده والفرن نتاعها. المهم كي تشوفيه تحمر لك من الفوق عرفي بلي الحلوى نتاعك راهي واجده. فانا حباباتي هاي الحلوى نتاعي بعد ما طابت خليتها حتى تحمرت لي مليح، شدت لي 35 دقيقه وكل وحده والفرن نتاعها. هنا كما راكم تشوفوا راني ندهنها بمربى المشمش، تقدروا تدهنوها بالناباج هنا غير باش يعطينا لمعه للحلوى نتاعنا. راح نخلي الحلوى نتاعي تبرد تماما ونقطعها ونرجع لكم ونشوفوا الحلوى تاع نهار اليوم في شكلها النهائي. حباباتي وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم اللي كانت فيها حلوى الصابلي السنيوة. طريقة سهلة وبسيطة. كما شفتوا حضرنا عجينة الصابلي، زدنا درنا فوقها المربى المشمش، تقدروا ديروا مربى الفراولة توما والذوق نتاعكم. وزدنا حضرنا كريمة الكاوكاو تاني، هذه تقدروا ديروا كريمة اللوز كل واحدة ومقدورها. حتى بالكاوكاو تجي رائعة. شوفوا كيفاش يجي خفيف، طبقات نتاع الكريمة الكونفيتور والعجينة. صدقوني الصابلي يجي هشيش خفيف، حتى الكريمة تجي خفيفة. والتزيين كما شفتوا زينته بشوية نتاع بيستاش من فوق
وبهاد الوريدات تقدروا حتى تزينوه بالسوريس كونفيت. طريقة التزيين تبقى على حسب اللي متوفر عندكم والذوق نتاعكم. حباباتي، الوصفة تاع نهار اليوم كانت صابلي السنيو، ان شاء الله تجربوه وتنال اعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.